شكل السفر زمان يا جماعة غير دلوقتي. زمان كانت الدنيا لسه بالذات في الدول الخليجية لسه بتبدأ بلادها بتحاول تنمي، ما عندهمش ناس من جوه بلدهم لسه عندهم القدرات الإدارية، بدأوا يطلعوا بعثات بره عشان الناس تتطور وتتعلم في الثمانينات والتسعينات. ولكن في الفترة دي الناس دي ما كانش عندها الفكر الاستثماري وهو بيجيب موظفين، فعشان كده كان زمان ممكن انا ما بشتغلش حاجة، كلمت اخويا ولا قريبي جاب لي تأشيرة، جيت اشتغلت شوية عامل شويه موظف شويه مش عارف ايه، تاجرت وقفت على رجلي الدنيا مشي. ما تعيش بنفس النظريه القديمه، الكلام ده خلاص كان زمان ولا ايامه. النهارده الناس كلها هنا حتى المواطنين جوه الدوله بقى عندهم الخبرات والدراسه اللي درسوها في اوروبا ولا في امريكا خلتهم بيشوفوا الموضوع الاقتصادي بشكل مختلف، بشكل احتراف. ده عايز موظف هديله قرش، الموظف ده فعلا يكون بروفيشنال، يكون انا فعلا محتاجه، يكون سعره مش غالي، متوسط سعره في بلده مظبوط، هقارنه بدول اخرى لو جبته من دولة تانية لا هو افضل في سمات معينة، ده افضل في الفلوس. فانا بشوف مقارنة بينه وبين الدولة التانية بناء عنه باخد قراري، لاني دولة وبناء عنه ببدأ اختار.